فمحدش يقول لي ان مفيش سحر ومفيش جن عاشق وان ده جهل. لا، مش جهل. في كده، في ناس بتتفنن انها تأذي بعض، وفي دجالين. يعني في ساحر حقيقي، ساحر حقيقي بيعمل سحر وعنده خدام من الجن والعياذ بالله، هو كافر بالله، فشايف بقى ان هو يقدر يغير الكون، بس كل ده وهم. وفي دجال يعني اسمه دجال ما بيعملش حاجة، ده هو اسم بس عشان يلم فلوس وبيضحك على الطرف التاني، فالطرف التاني أثر في اللي قدامه بالحسد والغل والكره، مش بمروحه للدجال. فده ممكن يحصل، خلي بالكوا جدا. طب نيجي بقى للسؤال اللي بيقول هل الجن يقدر يأذي الإنسان؟ للأسف يقدر. لو كنت انت ضعيف واضح بالنسبة له، قادر يوصل لنقاط الضعف عندك، فيبتدي يشتغل عليها ويوهمك ويضعفك ويخليك خلاص بقيت إنسان أكتر من الهش. يعني انت إذا كنت ضعيف أو نفسك هشة، لا لا لا، ده انت بتوصل لمرحلة انك ممكن تعمل في نفسك حاجة والعياذ بالله. يعني بيجي كده حاجات كده غريبة ممكن تحصل بسبب طبعا اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي. انك تلاقي في وقف بيحصل لك، وقف كده تكون بتشتغل وفجأة تقف. بس عايزة برضو أقول لكم حاجة عشان بيكون في لبس كده بين السطور. الإنسان المتصل بالله اللي قريب منه على ذكر وقرآن وحياته جميلة، لما تحصل له عراقيل يعرف إن ربنا بيهيئه للأجمل وللأفضل. لكن اللي بعيد، اللي مشتت، اللي ضعيف، اللي سهل السيطرة عليه، يجي بعد شوية الجن يعمل فيه إيه بقى؟ يبتدي لو هي عايزة تتجوز يبقى في حاجات كده غريبة. يعني تبص تلاقيها بعد ما خلاص قالت أنا موافقة، تلاقيها لا مش طايقة الشخص اللي قدامها، وتقول لا مش عاوزاه. طب ليه يا بنتي انت مش وافقت عليه؟ مش عارفة، مش طايقاه. هو نفس الكلام. تدخلي البيت ما تبقيش طايقة تقعدي في البيت، الله. تشوفي زوجك على صورة مش حلوة في وقت كمان حميمي، فتبقي تشمي ريحة مش لطيفة، يبتدي يهيئ لك. على فكرة دي كل دي تهيؤات، ما بتبقاش حقيقية. يعني بمجرد ما تقولي بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقرأي ما تيسر من القرآن، خلاص بتقوي، بتاخدي فيتامينات روحانية، ما يقدرش يأثر عليكي أبدا أبدا. إحنا اللي بنضعف نفسنا بإيدينا. أنت ضعيفة، أيوة يلي بتسمعيني دلوقتي وكلامي لمس قلبك، أنت اللي ضعيفة.